المصريين، وبإذن الله هيطلع معاكِ زي ما بنجيبه من عربيات الشارع الموجودة على الكورنيش. بس أهم حاجة ما تنسوش تحطّوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعّلي زر الجرس وتكتبي لي تعليق حلو كده من تعليقاتكم الجميلة. ويالّا بينا نبدأ الفيديو ونبدأ بسم الله ونصلّي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة هننقع حمص الشام قيمة ليلة أو يُفضّل يعني ما يقلّش عن 6 ساعات. وبعد كده هنجهّز طماطماية وبصلاية كده ونقطّعهم، وهنجيب توم مفروم من اللي إحنا مخزّنينه، يعني ده بقى له شهر في الفريزر. شايفين حلو إزاي ولونه فاتح إزاي معايا. بس وبعد ما صفّيته كده هاخلط البصل والطماطم والتوم مع بعض في الخلاط وهاضيفهم على حمص الشام، هانزل كده بغلاية مَيّة سخنة، وهاسيبه كده يغلي على النار قيمة حوالي ساعة إلا ربع، ما يقلّش عن ساعة إلا ربع. وبعد كده هاضيف له معلقة ملح وشوية كمون، ومعلقة بابريكا كده عشان تدّي له لون حلو. بس وهاسيبه كده يستوي براحته على درجة حرارة متوسطة، مش عايزاها عالية أوي ولا تكون واطية، لأ أنا عايزاها على درجة حرارة متوسطة، عشان ينفش معايا ويستوي كده براحته. شايفين لون حمص الشام حلو إزاي، يعني لونه محمر إزاي وجميل إزاي. وهنحط كده مكعب مرق، وهنضبط بقى الكمون والملح بتاعه. بس كده أبدأ بقى أعمل الدقة والشطة بتاعتي. أحط كده في طبق كده حوالي ليمونتين كده أعصرهم، وأضيف لهم كمون، وآخد من المَيّة بتاعة حمص الشام اللي أنا مَيّة السلق بتاع حمص الشام وأضيفها، وكده بتكون إيه الدقة. نعمل الشطة بقى، هنحط كمية شطة كده كويسة، ونحط عليها معلقة بابريكا، ونضيف عليها برضه مَيّة من السلق اللي أنا استخدمتها. بس كده أنا عملت الشطة وعملت الدقة بتاعة الحمص الشام. سهل جدًا، يعني مش هياخد وقت معاك خالص ولا شغل خالص، ولو أول مرّة تعمليه هيطلع حلو أوي. بس كده بعد ما اتأكدت من السواه، أبدأ كده أنزّله في كوبايات، بس يا ريت كنت كوبايات واسعة مش زي اللي أنا الكوبايات اللي عندي كانت رفيّعة شوية. بس وأضيف عليها بقى مَيّة السلق بتاع الحمص الشام، وجرّبيه بإذن الله بنفس الطريقة وهيطلع معاكِ بُصّي خرافي. لو جعانة بالليل ولا عايزة تتعشّي بيه ينفع طبعًا. وحلو إن بُصّي أنا طلّعت كده شوية في طبق، وحطيت كده شوية في طبق، شوية من حمص الشام لوحدهم للي بيحب يقزقز ولا حاجة، وتعصري عليهم شوية ليمون كده، وبجد هتدعي لي. سلام.